السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليني نطلب منك واحد الحاجة قبل ما نبداو. الا كنتي كتسمعي هذا البودكاست دابا، خلي قلبك يكون حاضر معايا، حيت الهضره اليوم ماشي غير كلام، هضره اللي تقدر تبدل حياتك مستقبلا ان شاء الله. فخليني نسولك واحد السؤال، وخلي الجواب يطلع من قلبك ماشي من لسانك. اخر مره فقتي فيها الفجر واش فقتي حيت خاصك تفيقي ولا حيت بغيتي تفيقي؟ حيت صلاة الفجر ماشي غير ركعتين، صلاة الفجر حكاية حب بينك وبين الله، حكاية وفاء، حكاية واحد القلب اللي قال يا ربي أنا معاك حتى في الصباح البارد، حتى في الظلام، حتى والناس كاملين ناعسين. فالفجر ماشي بحال الظهر ولا العصر ولا المغرب. الفجر كيجي والكون ساكت، الدنيا هادئة، الناس ناعسين، الضوء باقي ما بينش. صلاة الفجر هي اللحظة اللي كتقولي فيها يا ربي أنا اخترتك على النعاس، اخترتك على الراحة، اخترتك على الدنيا كاملة. فالفجر اختبار الصدق، الصلوات كاملين فيهم أجر، ولكن الفجر فيه الصدق ديال النية. ما كيشوفك حتى واحد، ما كيعرفك حتى واحد غير الله. إلا فقتي الفجر راه فقتي حيت الله بغالك الخير، حيت قلبك باقي حي، حيت الإيمان باقي كينبض داخلك. فاللي كيصلي الفجر راه الله كيعطيه سبحان الله النور، النور في القلب، النور في الوجه، النور في الطريق، والنور حتى في القرارات. كتخرجي من دارك وانتي مصليه الفجر، راه الله حطك في الحفظ ديالو، راه الله وكلك ملائكته، راه الله قال عبدي في ذمتي. واش كاين امان اعظم من هذا؟ لا. وبزاف بزاف الناس كيقلبوا على الرزق، ولكن كينساو ان الرزق كيهبط مع الفجر. البركه كتولد في الفجر، الطمأنينة كتولد في الفجر، النجاح الحقيقي كيبدا من الفجر. فإلا بغيتي النهار فيه البركه بداي بصلاة الفجر. وهذا الشيء ما كندويش من فراغ، كندوي بالتجربه ديال الناس وديالي. وراه بصح الا ولفتي تصلي الفجر وشي نهار ما فقتيش صليتيه، الصراحه كتحسي بنهارك ناقصاه شي حاجه، نهارك ما هواش. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والصراحة بغيت نذكر واحد الحاجة، أن صلاة الفجر كتبرئك من النفاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فاللي كيصلي الفجر هو واحد الإنسان عنده قلب حي، حتى إلا كان مذنب، حتى إلا كان مقصر. الفجر ماشي ديال الكاملين، الفجر ديال المجاهدين، ديال اللي كيطيح وكيوقف، ديال اللي كيبكي وكيصلي، ديال اللي كيقول يا ربي انا ضعيف ولكن ما بغيتش نكون بعيد عليك. فصلاة الفجر كتداوي القلق، كتداوي الخوف، كتداوي الوحده، حيت كتخليك تحسي ان الله معاك. وإلا كان الله معاك شكون يقدر عليك؟ نهارك الا ما بداش بالفجر راه نهار ناقص. الفجر هو اول وعد، هو اللقاء، ومن بعد حتى إلا تعبتي، حتى إلا تزيرتي، كتكون عندك قوة داخلية حيت نهارك بدا مع الله. فالسر اللي ما كيعرفوش بزاف الناس ان صلاة الفجر مقام ديال اللي باغي الله، ومقام ديال اللي الله باغيه. الفجر هو الوقت اللي كتكون فيه السماء مفتوحة، الدعاء طالع، والرحمة هابطة، والكون كامل كيسبح، وانتي قدام اختيار، يا اما تقولي غادي نكمل النعاس، يا اما تقولي يا ربي انا جيت. فكنتمنى نكونوا كاملين مع الاختيار الثاني.
ويا ربي يا ربي الا كان بيننا وبين الفجر ذنوب طهرنا منها، وإلا كان بيننا وبين الفجر تعب خفف علينا، وإلا كان بيننا وبين الفجر غفلة ردنا إليك ردا جميلا يا رب. خلي الفجر يكون شهادة لينا ماشي علينا، وخلي قلوبنا تتعلق بيك أكثر من أي حاجة في هاد الدنيا. وباش نشجعكم أكثر بغيت نذكركم بواحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: بحال الإنسان الذي يريد القيام لصلاة الليل أو الفجر مع الشيطان والصراع ديالو، فإن المؤمن إذا ذهب إلى النوم يعقد الشيطان على قافيته، يعني مؤخر رأسه 3 عقد. فإذا استيقظ المؤمن وذكر الله تعالى ولم يستجب لوساويس الشيطان انفكت عقدة، فإن توضأ انفكت الأخرى، وإن قام فصلى انفكت العقدة الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس لأنه مسرور بما قدم، مستبشر بما وعده الله من الثواب والغفران. وإذا لم يصل أصبح خبيث النفس مهموما بكيد الشيطان عليه وكسلان. هادشي اللي ما بغيناش. قبل ما نسدو هاد البودكاست خلينا نرجع شوية لقلوبنا. سولي قلبك دابا وانتي ساكتة، واش أنا فعلا محتاجة نسمع هاد الهضرة ولا محتاجة نعيشها؟ راه الفجر ماشي موعد في الهاتف، الفجر موعد في القلب، موعد ديال واحد الرب رحيم اللي ما عمره عيط عليك باش يعطيك التعب، لا، ولكن باش يعطيك الراحة. مش عارفة شنو أجمل إحساس أنك تفيق الفجر وتحسي أن الله راضي عليك. ودابا بغيتك ديري النية باش إن شاء الله غدا تنوضي تصلي الفجر. راه حتى أنا كيجيوني شي أوقات اللي كيغلب عليا النعاس وتنعيا، ولكن كنحاول نجاهد راسي حيت حتى واحد فينا ما كامل. فإلا وصلتي لاخر ديال هذا البودكاست كنبغي نشكرك من القلب. نتلاقاو في بودكاست جديد إن شاء الله.